صباح الخير على أحلى باشمهندسين، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا الفترة الأخيرة اتطلب مني كتير إن أنا أتكلم عن الأجسام من تاني، ولكن أكتر تفصيلا شوية، وخاصة عن مجال الشغل. تمام. هنبدأ النهاردة نتكلم عن الأجسام قسم قسم بالتفصيل، وإن شاء الله يعني أقدر أفيدكم. وبس كده، يلا نبدأ الفيديو. طبعا هنبدأ أول قسم معانا، هو قسم إدارة الأعمال الزراعية. قسم إدارة الأعمال الزراعية قسم مهم جدا. قسم زي ما قلنا قبل كده إنه قسم مصغر من كلية التجارة. هو قسم بيجمع ما بين التجارة والاقتصاد والزراعة، ويعني قسم له أهمية كبيرة جدا. طيب، بنتعلم إيه أو بندرس إيه في القسم ده؟ باختصار شديد، القسم ده بندرس فيه التسويق والإدارة والاقتصاد والتمويل والسياسات الزراعية. كل ده، وبتدرس كمان إحصاء وتحليل بيانات وهكذا. تمام. طيب، بالنسبة لمجالات مجالات الشغل. مجالات الشغل، انت بتشتغل، بتدير مزارع، بتدير مشروعات زراعية. بتشتغل كمان في ان انت تكون مستشار زراعي. تمام. طبعا ممكن مستشار زراعي لشركات زراعية، مستشار زراعي المزارع، ايا كان يعني. تمام. وكمان في تاني، كمان بتشتغل محلل بيانات، إن أنت بتحلل البيانات وتقدم رؤية أحسن للتقدم أو لتقدم المزارع دي. تمام. وفي كمان إن أنت بتشتغل تبع أي شركات لها علاقة بالزراعة. يعني قسم كويس جدا جدا، قسم متاح فيه فرص العمل. ويعني في ناس كتير واخدة فكرة عنه وحشة، وإنه ملوش شغل إلى آخر. ولكن القسم كويس جدا جدا، ومستقبله كويس جدا. وبس كده، ده بالنسبة لقسم إدارة الأعمال الزراعية. طبعا قسم إدارة الأعمال الزراعية ليه أكتر من مسمى، بيختلف من جامعة للتانية. طبعا في جامعات بتسميه قسم الاقتصاد والاجتماع الريفي، أو قسم الاقتصاد أو إلى آخر. يعني كلها مسميات، وفي الآخر كلها أقسام واحدة يعني. بس كده، ده بالنسبة لأول قسم معانا. وتاني قسم هنتكلم عنه هو قسم الطلب مني كتير جدا جدا. قسم عمل لي صداع من كتر ما انتم مالين تطلبوه. هو قسم بايو تكنولوجي، أو قسم التكنولوجيا الحيوية. قسم بايو تكنولوجي، ببساطة شديدة، يعني إيه قسم بايو تكنولوجي أو إيه البايو تكنولوجي؟ هو قسم بنتعلم فيه إزاي نستفاد من الكائنات الحية، من يعني إن إحنا نصنع منهم أي منتجات صناعية أو أي أدوية أو إلى آخره يعني ببساطة إحنا بنتكلم يعتبر عن كل حاجة تخص تقريبا الكائن الحي. يعني بندرس فيه يعتبر كيمياء وأحياء. ده كل اللي بندرسه فيه، ولكن بتوسع طبعا، غير الثانوية العامة خالص. بتدرس كيمياء عضوي، كيمياء حيوية، وكيمياء تحليلية. بتدرس كل أنواع الكيمياء. بتدرس طبعا ال DNA ووراثة بقى، وتدرس كل ده بالتفصيل. تمام. ده بالنسبة إيه هو قسم البايوتكنولوجي. طيب، قبل ما أدخل أو أتعمق في القسم، حابب يعني أوجه لكم كام نصيحة كده. مبدئيا، القسم ده انتوا فاهمينه غلط جدا. طبعا في إقبال كبير جدا جدا عليه بسبب واحد، وهو إن أنت عشان تشتغل منه بعد كده في التحاليل الطبية. طبعا ده تفكير خاطئ جدا. القسم أكبر من كده بكتير. ولكن مش هتكلم في النقطة دي دلوقتي. اللي هتكلم فيه هو لو أنت داخل القسم ده عشان التحاليل، ولكن مفيش إقبال يعني على القسم نفسه والمواد، ومش هتقدر إن أنت تتعامل مع المواد دي ودراسة القسم، فنصيحة مني بلاش تدخل.
تمام. هتقول لي تحاليل ومش تحاليل، بلاش تدخله، لأن يعني أنا مش عايز أحبطك، ولكن أنت ممكن تشيل مواد فيه زي ما بقول لك كده. ولكن لو انت داخل القسم، لو انت حابب القسم وانت كمان يعني حابب المواد والكيمياء بقى والمركبات ودي ان ايه ومايكرو والكلام ده كله، لو انت حابب كل الكلام ده كله، هتلاقي نفسك ماشي تمام جدا، ويعني حرفيا هتبقى بتبدع في القسم. القسم كويس جدا، انا ما بقولش ان هو صعب، ولكن محتاج شخص يكون داخل القسم فعلا عشان حابب القسم، مش على يعني مش عشان هدف تاني. وزي ما قلت لكم القسم اكبر بكتير من انه يقتصر على التحليل الطبي. ده بالنسبة يعني كمقدمة للقسم، يعني حبيت إن أنا أنصحكم نصيحة كده. طيب سؤال تاني، هو سهل إن أنا أجيب يعني إن أنا أدخل القسم ده؟ سهل. يعني هتقدر يعني هتقدر إن أنت تجيب تقدير القسم عادي جدا، ولكن المهم إن أنت تجتهد في الكلية. بس كده. ده بالنسبة للنصيحة اللي كنت حابب أقدمها لكم. وبس كده هنبدأ بقى ندخل في القسم. طيب، إيه تخصصات القسم؟ تخصصات القسم هي مايكرو ووراثة وكيمياء. طبعا ده كله اتكلمنا عنه بالتفصيل في الفيديو اللي فات، اللي اتكلمت فيه عن الأقسام بتاع كلية الزراعة. طبعا هسيب لكم لينك الفيديو في الكومنتات وفي الديسكريبشن لو حابب تشوف الفيديو. ده بالنسبة للتخصصات. زي ما قلنا هتدرس كيمياء وراثة طبعا دي ان ايه والكلام تالتة ثانوي، ولكن بتوسع أكبر طبعا. وهتدرس ميكروبات صديقة، ويعني قسم ممتع جدا، ولكن لل يعني اللي حابب القسم فعلا وهاوي للكيمياء والأحياء والعلوم عامة، فاللي هو القسم جميل جدا، ويعني ليه أهمية كبيرة جدا طبعا. طيب، ده بالنسبة للتخصصات. طيب، بالنسبة للفرق بين بايوتكنولوجي كريدت وبايوتكنولوجي شعب عامة، وبايوتكنولوجي خاص وبايوتكنولوجي حكومي. بايوتكنولوجي خاص، طبعا بايوتكنولوجي خاص بمصاريف. بايوتكنولوجي حكومي مفيش الكلام ده خالص. بايوتكنولوجي خاص دراستك كلها انجليزي، انما الحكومي دراستك كلها عربي. طيب، بالنسبة للتخصص بايوتكنولوجي خاص انت بتتخصص من اول سنة. بايوتكنولوجي حكومي انت بتتخصص من سنة تانية الترم التاني او سنة تالتة، وده طبعا بيختلف من جامعة للتانية. تمام. طيب، لو انا متاح قدامي ان انا ادخل بايوتكنولوجي حكومي، وبرضه في امكانيات ان انا ادخل خاص، ايه الافضل؟ بصراحة يعني النصيحة ادخل حكومي واجتهد وادخل يعني تخصص بايوتكنولوجي لو انت حابب القسم يعني. انما لو دخلت خاص فانت من وجهة نظر الشخصية طبعا انت هتصرف مصاريف على الفاضي طبعا. انا مش شايف ان يعني ليها اي يعني ميزة او اي حاجة طبعا. انما لو مجموعك متجايب الحكومي فادخل، لو حابب برضو التخصص ده ادخل خاص عادي جدا. ولكن لو قدامك حكومي فادخل حكومي. انت هتوفر فلوس، وكمان سواء حكومي أو خاص اللي هتدرسه هنا هو هنا، مفيش اختلاف. الفرق بس كلغة، واللغة المفروض إن أنت كده كده يعني بتطورها مع نفسك. لأن اللغة عامة بعيدا عن أي كلية أو أي شغل، يعني اللغة أنت محتاجها في سوق العمل عامة يعني. بس كده، ده بالنسبة يعني لوجهة نظري بالنسبة يعني لإن أنا أدخل حكومي ولا خاص. بس كده. طيب، هل لو دخلت حكومي هقدر إن أنا أجيب تقدير بايوتكنولوجي؟ هتقدر، ولكن كل الموضوع إن أنت يعني تجتهد شوية. الموضوع مش صعب خالص، ولكن كل اللي عليك تعمله إن أنت تذاكر أول بأول وتهتم، يعني تحضر وتهتم، بس مش أكتر. بس كده، ده بالنسبة للفرق بين بايوتكنولوجي كريدت والشعب العامة أو الحكومي.
النقطة اللي بعد كده اللي هنتكلم عنها هي مجالات العمل. طبعا ده أكتر سؤال اتسألته، إيه مجالات العمل، وهل في فرص عمل في مصر نفسها ولا لازم برا مصر؟ بص، هو بالنسبة لقسم برا مصر فمتاح له شغل كتير جدا جدا برا مصر، يعني بدون كلام يعني. ولكن طيب، هل فرص عمل متاحة في مصر؟ فأحب أقول لك هو متاح في مصر، ولكن بيكون في الأغلب يعني في المحافظات، يعني في المحافظات نفسها، يعني بيكون شغلها أكتر في المحافظات. طيب، إيه فرص العمل للقسم ده؟ قسم بايوتكنولوجي طبعا فرص عمله كبيرة جدا، ليه فرص عمل كتير جدا، هنتكلم عنها كلها دلوقتي بالتفصيل. من فرص العمل دي هو شغل الميديكال ريب. شغل الميديكال ريب عبارة عن إن أنت بتعمل دعاية للأدوية للصيدليات. ده بالنسبة لشغل الميديكال ريب، طبعا شغل متوفر جدا وكويس جدا. تاني شغل معانا هو شغل الكواليتي كنترول. طبعا ده بيكون متوفر في الشركات والمصانع، وبيكون شغل كويس ومتوفر، يعني توفر جدا جدا، وشغل كويس جدا جدا. وبس كده، ده بالنسبة لتاني شغل معانا. تالت شغل معانا وأكتر شغل طبعا عمل لنا صداع، ويعني ده يعتبر داخلين، معظم اللي داخلين القسم ده بيكونوا داخلين القسم ده علشانه، وهو شغل الميديكال اناليسز، وهو التحليل الطبي. طبعا زي ما قلت لكم في أول الفيديو، يعني بلاش تكون داخل القسم ده عشان التحاليل الطبية بس. القسم أكبر بكتير جدا جدا من إن أنت تدخل عشان التحاليل الطبية. وزي ما قلت لك لازم تكون حابب المواد وتكون هاوي ليها، تكون يعني حابب الكيمياء والأحياء والعلوم بصفة عامة، عشان تقدر تكمل في القسم ده. وبس كده، ده بالنسبة لشغل التحاليل الطبية. طبعا بيكون بإمكانك إن أنت تفتح معمل تحاليل أو تشتغل في معمل تحاليل، طبعا بعد ما بتعمل دبلومة التحاليل الطبية. بس كده، ده بالنسبة لشغل التحاليل الطبية. طبعا متوفر شغل كتير جدا جدا تبع القسم ده، وهو إن أنت ممكن تشتغل في المعامل الجينية، أو تشتغل في معامل الحجم المجهري وأطفال الأنابيب. وكمان بتشتغل في شركات ومصانع الأدوية، إن أنت بتصنع أدوية. وكمان بتشتغل في شركات ومصانع المنظفات، وشركات ومصانع الأسمدة الحيوية. ده كله خاص بشغل يعني بقسم البايوتكنولوجي. في حاجة كمان مهمة جدا جدا خاصة بشغل البايوتكنولوجي نسيت أقولها، وهو إن أنت يعني في شغل متاح ليها، وهو إن أنت بتشتغل في مراكز الأبحاث العلمية. طبعا مراكز الأبحاث العلمية شغلها كويس جدا، إن أنت بتعمل أبحاث، ويعني بيكون شغل ممتع وشغل كويس جدا. وبس كده. طيب، في نقطة مهمة نسيت أقولها، وهي إن يعني بالنسبة للناس اللي داخلة قسم بايوتكنولوجي علشان مجال التحاليل، هل لازم أدخل القسم ده عشان أعمل دبلومة التحليل؟ لا، مش لازم. طبعا دبلومة التحليل تقدر تعملها من أي قسم في كلية زراعة، ويعني هتطلع عادي جدا بعد ما تخلص الدبلومة. هيكون بإمكانك إن أنت تفتح معمل تحليل عادي جدا، يعني انت مش مضطر ان انت تدخل القسم ده تحديدا عشان تعمل دبلومة التحاليل. فلو انت مش هاوي للقسم ومش حابب المجال ده، فبلاش تدخله. بالنسبة للتحليل فانت بامكانك ان انت تعمل دبلومة التحليل من اي قسم. ولكن بعيدا عن كل ده، فكلية الزراعة اكبر بكتير جدا 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 من ان انت تكون داخلها عشان مجرد بس التحاليل الطبية. وبس كده، ده بالنسبة لمجالات العمل وفرص العمل لقسم بايوتكنولوجي. طيب، بالنسبة للمسمى الوظيفي، واللي ناس كتير برضو بتدخل القسم ده عشان المسمى الوظيفي. طبعا المسمى الوظيفي بتكون باشمهندس عادي جدا، باشمهندس تكنولوجيا حيوية. ولو عملت دبلومة التحليل بيكون اسمك أخصائي تحاليل طبية بس. طيب، هل يعني باخد لقب دكتور؟ لا، ما بتاخدش لقب دكتور، ولكن بتاخد لقب دكتور من الناس. يعني طبيعي اللي هو أي حد يشتغل في التحاليل، فإن هو بياخد لقب دكتور، لكن ده مش رسمي طبعا. أنت بيتجالك دكتور بس مجرد من الناس بس،
ولكن رسميا انت بتكون اخصائي تحاليل طبية بس مش اكتر. وبس كده، آخر حاجة حابب أقولها لك: لو مش حابب القسم بلاش تدخله. بلاش بلاش بلاش، عشان هتندم. القسم محتاج مجهود كبير جدا. محتاج إن أنت تكون حابب القسم، حابب الكيمياء والأحياء والعلوم كلها بصفة عامة. القسم ممتع، أنا مبقولش صعب، ولكن محتاج مجهود، ويكون حد يعني حابب القسم فعلا. وبس كده. ده بالنسبة لفيديو النهاردة، مش عايز أطول عليكم أكتر من كده. طيب بالنسبة لباقي الأقسام، أنا هتكلم عن باقي الأقسام في الفيديوهات الجاية إن شاء الله. يعني على فترات، يعني مش عايز أطول الفيديو أكتر من كده. فبس كده، استنونا فيديوهات جاية كتير، وإن شاء الله أقدر أفيدكم. وبس كده، لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وكومنت وشير. ولو بتشوفنا على اليوتيوب، اشترك في القناة، وما تنساش تفعل زر الجرس. وبس كده، اشوفكم الفيديو الجاي. يلا، السلام.